جوه. ربنا يعوض علينا وعليك. وبعدين معاكي بقى، انا مش راضيه اجي عليكي ولا ازعلك علشان خاطر ايه اللي فيك مكفيك. تعالي بقى تتربطي علشان ايه ما توقعيش، لان انت بهدلت البرسيم النهارده. معلش، ربنا يعوضك خير ويعوضنا احنا كمان، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد وسنه جديده سعيده باذن الله، وسنه خير وبركه علينا كلنا وعلى المسلمين اجمعين وعلى العالم كله، اللهم امين يا رب العالمين. مش عارفه اقول لكم ايه ولا لاقيه كلام اوفيكم بيه حقكم بوقفتكم جنبي ودعاكم ليا وان انتوا تتمنوا لي الخير في السنه الجديده. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. يعني اللي عملتوه معايا ده جميل كده، هشتغل على راسي من فوق. يعني من اقرب الناس ما حصل، يعني ما عملوش معايا كده. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. وانا دايما بقول لكم ان ان شاء الله باذن الله بيكم مكمله ومن غيركم ولا حاجه. ربنا يا رب يكتب لنا الخير ويجعلها يا رب سنه خير وفرحه وسعاده وجبر خاطر لكل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده، احنا دلوقتي العصريه، فده روتين مسائي يعني. بصوا مش راضيه تاكل، بقالها يومين اتنين ما حلبتش المغرب. اللهم صل على النبي. دلوقتي حطيت لها الاكل وهسيبها تاكل بشويه البرسيم دول تخلصهم، وهنضف تحتها كده. وان شاء الله باذن الله الفراخ احتمال تجي لنا النهارده او بكره، فاللي عايز يبدا دوره جديده يبداها معايا ان شاء الله باذن الله. انا مستنيه الفراخ بقالي اسبوع، مفيش كتاكيت اصلا. يعني انا الست اللي بتجيب لي موصياها بقالي والله العظيم ازيد من اسبوع، ان هي تجيب لي وكل يوم تقول لي لسه ما جاش، لسه ما فيش موجود، لسه ما فيش. قلت لها السعر كل يوم بيغلى، يعني اللي عايز ينزل رمضان ان شاء الله نعيشنا وكلنا عمر ينزل دلوقتي، يلحق اخر فرصه ليه. يعني هي المفروض كنا ننزل من اسبوع زي ما قلت لكم، كان السعر ب 18 جنيه، هي دلوقتي ب 23 جنيه، وكل يوم في زياده، يعني كل يوم فيها زياده جنيه لحد يعني ايه قبل الدوره بتاعت رمضان كده. فاللي عايز ينزل يلحق دلوقتي. اخر نداء لطياره الضحى اخر نداء لموسم رمضان ودوره الفراخ بتاعت رمضان، عشان ايه ما يبقاش تكلفه عاليه، لان العلف بيزيد والكتكوت بيزيد وسعر الفرخ الكبير قليل. يعني برضو اللي عايز يعني اللي مش بيربي وبيشتري الفراخ كده ويحطها في الفريزر مثلا، يعملها وجبات كده على قد يعني بيقسمها على قد الوصفه بتاعته او الاكله بتاعته، وهو عارف افراد اسرته قد ايه، وبيشتريها جاهزه كده كبيره يعني ويحطها في الفريزر. يشتري دلوقتي سعر الفراخ الكبيره دلوقتي نازل، ما هوش غالي، مع ان العلف غالي والكتكوت غالي. وكل ما تخش على رمضان هتغلى الفراخ. فاحنا دلوقتي المربيين يشتروا دلوقتي عشان ده يعني كل يوم بقى الفراخ هتغلى، انما والاكله برضو اللي ما بيربيش وعايز يشتري دلوقتي. يعني هو دلوقتي انسب فرصه للطرفين الاثنين. فاحنا دلوقتي هنخش هنفرش لهم نجهز لهم الحته بتاعتهم ونحط الفرشه كده حوالين. بصوا هتشوفوا معايا وكملوا الفيديو معايا ان شاء الله تنبسطوا، وربنا يا رب يسعد قلوبكم ويكبر خواطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. بشكركم من كل قلبي، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، والله ما لاقيه كلام اوفيكم حقه. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، انتوا عيلتي الاولى والاخيره. طبعا احنا دلوقتي ظبطنا الفراخ بتاعتنا ورستقناها ومستنيين النهارده نجيبها نولعها ويبقى كده ايه مستعدين لوصول الفراخ. ننضف تحتها كده لان ايه
كده انا نضفت لها تحتها اهوت، هاخدها اعرض عليها الميه عشان تشرب، عشان ايه اقعد احلفها ان شاء الله ربنا يهديها وترضى تحلف. استهدي بالله. الساب استسمع. يلا تعالى حسب ورجل، حسب ورجل. اشرب. اشرب. بصوا هي ما شربتش كتير، بس خدت بق كده من نفسها. عدوا رجل، خدتها براحتك. بسم الله بسم الله. تعالي 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 معلش. قال لي ان احنا هجيلنا نقصر لك بعد فوات الاوان. يلا الحمد لله. هحط لها شويه البرسيم ده. بصوا شايفين السقف بتاع السقف بتاع الزريبه كده في عنكبوت. احنا عايزين بقى نخرج اي نفس في المكان واي طاقه سلبيه عشان خاطر ايه ربنا يكرمنا فيه. بسم الله بسم الله. يا نبي يا رب الهادي. بسم الله. بالسقف كده، وطول ما انت بتشتغلي ايه دايما ذكر ربنا على لسانك، المعوذتين، قل هو الله احد، آية الكرسي. لو في اي نفس في المكان ولا حاجه تطلع. بصوا دي الفرشه بتاعتنا اهي. طبعا انا كنت ابويا ربنا يديله الصحه يا رب كان واخدها غسلها لي، كانوا مدورين المكنه في البيت، خدها غسلها لي. كل الحاجه بتاعت الفراخ لازم كل دوره والتانيه تطهري وتعقمي وتكنسي كويس، والمكان اللي بتعملي فيه الشمس تفتحيه وتهويه والشمس تدخل فيه تطهره كويس قوي. بصوا قبل ما اعمل الفرشه اللهم صل على النبي. هو المكان انا محدداه كده على ايه يعني، هو دوت المكان اللي انا بجيب فيه. هعمله الاول كده هو اللهم صل على النبي احط فيه جير الاول كده بحيث ان هو ايه يطهر معايا المكان اهو. برش على الحيطان كده. وطبقه كويسه من الجير عشان الجير ده بيحوش الرطوبه وبيمنع ايه الفطريات والبكتيريا ان هي تتكون يعني. كده تمام. نجيب التبن بتاعنا بقى نحط
حبايبي. دلوقتي اهوت احنا حطينا التبن، ولازم يكون سمك التبن، الطبقه بتاعت التبن تكون ايه كافيه بزياده، تكون عاليه يعني. اهو كده احنا فرشنا التبن. لازم تكون الطبقه بتاعت الارضيه اللي بالفرشه بتاعت الفراخ لازم تكون سميكه كده، يعني حوالي 10 سنتي، علشان خاطر الرطوبه ما توصلش للفرخ. وهو اول اسبوع في عمر الكتكوت بيكون هو اهم اسبوع. تظبطي درجه الحراره، تديله الفيتامينات بتاعته، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تكوني مطهره المكان ومعقماه. التهويه، ثم التهويه ما تقوليش الجو برد بقى وتقفلي، لا الكلام ده ما ينفعش. لازم التهويه تكون مظبوطه برضه. اول اسبوع في عمر الفرخ ده هو اللي بيحدد لي معاكي مشوار الفرخ طول الدور، وبيظبطوا معاكي وبيبقى ايه تمام التمام. بفضل ربنا علينا ان شاء الله باذن الله. تابع معاكم الدوره ديت يوم بيوم، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا فيها. نيجي بقى للفرشه بتاعتنا. هنحتاج حاجه نحط كده تمام. نحط طاوله من دي بحيث نطول دي شويه. تعملي حسابك ان هي تكون ايه، تعرفي تحطي فيها من تحت، تحطي عليها حجاره او طوب تثبتيها بيه، فلا تكون طويله قوي بحيث ان هي تبقى مفرقه معاكي من هنا، تدخل لهم هوا زياده يعني. كده تمام. زي ما وريتكم المره اللي فاتت الطوب والسيراميك دوت انا ايه الطوب ده بقوم مقفله ايه على الفرشه كده، بحطه كده على حرف الفرشه هو والسيراميك اللي موجود هنا، بحيث تثبت الفرشه معايا، ما تخليش الكتكوت ايه يخرج كده. هو التمام التمام. ونلفها برضه في الناحيه التانيه. ما توسعيش المكان قوي للفراخ اول ما تكوني جايباها، خلي المكان يلوبك على القد علشان خاطر ايه ما يحتاجش منك تدفئه عاليه والفرخ ما يبردش منك. هنعقل بقى، نسمي الله كده طول ما احنا بنعمل في الحاجه، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الفرشه بقى اللي بتطيب، لان الفرشه انا عاملاها طويله عشان ايه باجي اوسع للفراخ تدي معايا وسع. بصوا كده المكان جاهز معايا اهو. ده المكان اللي انا بحطه فيه، انتوا شايفينه؟ بصوا مساحته قد ايه اهو، يعني حوالي 1.5 متر او 120 في متر اهو المربع ده. وبقوم الفرشه التانيه اهيت معايا مجهزاها. هي كده بقت تمام التمام، مهويه من هنا اهي. دي مش هقفلها لان الحته دي تدخل الهواء وتخرجه عشان ما يبقاش مكتوم على نفسهم قوي. الكتمه دي غلط، بتعمل لهم احتباس حراري وما بيبقاش حلو للفرخ.
هي كده مظبوطه معايا وتمام التمام كده. اللمبه بقى محمود ابني قايله له هو جاي من الدرس ان شاء الله يجيب لها لمبه كبيره، لمبه 200. او لو انت بقى عندك عايزه كام دوايه ممكن تحط مثلا ايه 3 دوايات في المنطقه دي بس تكون اللمبه 100. فانا كمان المكان ده وهي دوايه واحده مكان لمبه واحده يعني اهي حتى هنقلها الاول كده علشان خاطر ايه تبقى في النص. هي كده طولها مناسب جدا بالنسبه للفراخ كده المكان. وساعه ما محمود ابن ان شاء الله باذن الله يجيب لي اللمبه هولعها. هما احتمال يجولي بعد المغرب او يقولي ايه بكره ان شاء الله باذن الله يكون المكان بتاعهم جاهز ودافي. ما تستنيش اما الفرخ يجيلك وبعد كده تبقي تولعي الدف في المكان، لا كده مش حلو. لازم الفرخ يدخل على درجه حراره ما تقلش عن 30 درجه مئويه كده. درجه الحراره تبقى مظبوطه للفرخ ما يحسش او ما ياخدش منك لطشه برد لا سمح الله وايه. وما تضطروش بقى تلجئي الادويه ولا قدر الله يجيله اسهال ولا قدر الله يجيله طشمه ولا الكلام ده. انت من البدايه كده تسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وتقومي ايه عامله الخطوات اللي انا بقولك عليها. الفرشه اول حاجه زي ما قلنا هقولهم لكم كده ورا بعض سريعا سريعا. الفرشه ما تقلش عن 10 سم في الشتاء عشان الجو ايه بيكون برد وعشان الرطوبه ما توصلش للفراخ. تكوني حاطه تحت الفرشه جير علشان الجير دوت معقم ومطهر ويمنع الرطوبه في نفس الوقت. بعد كده درجه الحراره زي ما قلت لك ما تقلش عن 30. رابع حاجه التهويه، لازم ان يكون في تهويه في المكان، ما تقفليش قوي، ما تخليش الفرخ يعني ايه بياخد النفس زي ما احنا بنقول كده ايه كله ثاني اكسيد الكربون. لا لازم يكون في هواء داخل وخارج وما يكونش الهواء جاي مباشر عليه. يعني انا مثلا ممكن افتح الشباك ده لكن ما افتحش اللي ورايا ده. الشباك اللي ورايا على طول ده لو فتحته الهواء هيبقى نازل عليهم كده، لا ما بفتحوش، افتح اللي هناك ده الهواء ما يجيش مباشر عليهم. يبقى احنا كده 4 تهويه. بعد كده يعني اول يوم بتستقبليهم على ايه؟ بتجيبي لهم يا اما عسل اسمر، تحط لهم معلقه عسل اسمر على سقايه الميه وتدوبيها وتحطيها لهم 12 ساعه او ميه بسكر ده يعني. بس ده اخر حاجه يعني. هو العسل الاسمر فيه محلول الجفاف، بتحط كيس على السقايه وكل ده هتشوفوه معايا عمل ان شاء الله باذن الله اول ما اجيب الفراخ. ساعه ما تجيب الفراخ اول ما تيجي الفراخ ما تحطلهاش اكل ولا ميه، بتسيبوهم حوالي ايه ساعه كده ياخدوا على المكان. يعني طبعا بيبقوا جايين لك من مشوار سواء جايباهم في توك توك او جايباهم في عربيه جايين ايه بتبقى معدتهم لسه مش مستقر، فبتسيبوهم ساعه قبل ما تحط لهم اكل ولا ميه ياخدوا كده على المكان ويجروا ايه وياخدوا حراره المكان. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بتجيب لهم فيتامينات املاح ده اول اسبوع علشان خاطر ايه تبقي مؤسساهم صح ولا يجي لهم لا قدر الله كساح وتبقى مناعتهم حلوه. العلف اللي بتجيبه لهم بيكون تركيز 23%، ما يكونش 21 وما يكونش ايه 19، ما يكونش اقل من كده. يعني اول حاجه بتاكليها العلف بادي 23%. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الدوره ديت وتكون ايه كلها خير وبركه كده عشان دي دوره رمضان ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يكبر بخاطركم ويرزقكم ويرزقنا من وسع، اللهم امين يا رب العالمين. كده تمام اهوت. هننزل الفرشه تاني بقى وهنسيبها ونخرج وكده ايه يومنا خلص بتاع الفراخ. مش ناقص بس غير ان هقيد لهم اللمبه واسيبها شغاله لحد ما ايه الفراخ تجيب. ولو قدرتي انك انت الميه بتاعتهم برضو تجيبيها وتحطيها هنا يعني يبقى مكانها موجود، تاخد برضو من حراره المكان عشان ما ينفعش يشربوا ميه ساقعه على طول اول ما يجي. يعني تكون ايه واخده زي ميه فتره كده زي دمعه العين كده بحيث برضو معدتهم ما ياخدوش برد وايه ويتوبوكي طول الدور. تمام. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه والله العظيم بقول لكم كل اللي عندي بما يرضي الله ويشهد ربنا عليا ان انا بقول لكم اللي انا بعمله لحاجتي ولفراخي بقوله لكم، ما بخبيش عنكم اي حاجه عشان لا قدر الله محدش ينضر في
في الفراخ اللي هيجيبها ويرجعوا لي احنا سمعنا كلامك. لا، انا والله بعاملكم بما يرضي الله. كل اللي بعمله لفراخي بقوله لكم، وان شاء الله باذن الله هنتابعهم مع بعض يوم بيوم، وهوريكم وهوزن معاكم الفراخ، وان شاء الله باذن الله نعدي بالدوره ده على خير، ونوصل لرمضان واحنا كده داخلين عليه بقلب جامد كده. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف ايه هو هيخلص على ايه. بحبكم في الله يا احلى اخوات، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وتحطوا لي لايك، وتشتركوا معايا في القناه لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. تصلوا على النبي كتير في الكومنتات، واللهم صل على النبي، وتشيروا الفيديوهات بتاعتي على اوسع نطاق، عشان ايه؟ ربنا يعوضنا خير وقناتنا تكبر وتتعب. اللايك دوت مش بفلوس والله، انت بتحط اللايك يعني هو اللي بيعمل ايه، بيرفع الفيديوهات بتاعتك، يخلي اكبر عدد من الناس تشوفها، فانت بقى ايه تتعبي. وربنا يا رب يجعلنا من الناس اللي بتفيد اخواتنا، يعني بنفيد اخواتنا. في ناس كتير ما بيعرفوش يربوا الفراخ، والله العظيم في واحده كتبتني، هي عراقيه، وكتبت له قالت انا هستنى انك انت تنزلي دوره الفراخ، وهجيب انا كمان معاكي وامشي معاكي خطوه بخطوه. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويوسع رزقنا احنا وانتم، ونتابع كده ايه مع بعض. الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله تكون احلى واحلى باذن الله. بحبكم في الله، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. اسيبكم في رعايه الله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ويديمكم نعمه في حياتي.